هو في حاجة مختلفة في تظبيط الكاميرا النهاردة، انا ما لعبتش فيها بس لدرجة ان انا حاطة المايك قدامي عدل من غير ما يبقى ظاهر في الكاميرا، ودي حاجة جديدة انا مبسوطة بالتغيير، ويا رب يفضل ثابت كده على طول. كنت حابة في فيديو النهاردة فكرت كده، بما ان هدى قطان اللي هي صاحبة براند هدى بيوتي اكبر داعمة للقضية بتاعتنا، حبيت ان انا اعمل ايه زي ويش ليست كده، او الحاجات اللي انا نفسي اجيبها من البراند بتاعتها. طبعا عندي منها شوية حاجات بس مش كتار، بس عملت ليست كده اوف 10 منتجات عايزة اشتريها من براند هدى بيوتي، لان هي اكتر واحدة دلوقتي تستحق ان احنا ندفع فيها فلوسنا عادي من غير تفكير يعني. فده اللي انا هتكلم فيه، بس اثناء ما انا بتكلم فيه هستخدم شوية حاجات، جزء كبير منها هتبقى مقاطعة، بس انا هحط لستة المنتجات دي في الديسكريبشن، مش هتكلم عليها ببقي. بس انا بعمل كده ليه؟ علشان الفيديو الجاي تقريبا او اللي بعده هعمل زي ريكاب بقى لكل المنتجات اللي اشتريتها السنة دي. انا عديتهم تقريبا، هم حوالي 40 حاجة و40 منتج، فعشان بفكر ان انا اعملهم في فيديو واحد، ان انا ارتبهم من الاحسن للاوحش او من الاوحش للاحسن بعد تنازلي مثلا او كده. ف البرودكتس اللي انا هستخدمها، وزي ما قلت لكم هحطها، هكتب لكم اساميهم او هكتب لكم ايه البرودكتس اللي انا بستخدمها في الديسكريبشن عشان اللي حابب يعرف يعني. بس بديهم ايه فرصة اخيرة، لان انا يعني ما استخدمتهمش كتير، فعشان ادي ريفيو صح عليهم هجربهم النهارده المره الاخيره مثلا، بحيث ان انا اكون السنه دي خلصت كل الريفيوهات اللي عليا. ممكن السنه الجايه بقى نبدا على نظافه، مش يعني اتمنى ان احنا نستمر في المقاطعه. في ناس بتقاطع اللي هو اي حاجه امريكاني، اي حاجه فرنساوي، اي حاجه مش عارف كذا. انا بقاطع يعني شركات معينه عشان هي اللي اثبت ان هي بتدعم الكيان مش عارف ايه. بس دي وجهة نظري الشخصية، ان مش كل حاجة مثلا من دولة فلانية تبقى مش حلوة او شريرة ونقاطعها. انا بالنسبة لي التارجتد بويكوتنج، او ان احنا ندعم شركات محددة كلنا مع بعض، حتى لو هم 3 4 شركات كلنا نتجمع ان احنا نقاطعهم، ده هيبقى effective اكتر او له تأثير اكتر من ان كل حد يقاطع الحاجة اللي على مزاجه. بس دي وجهة نظري، وزي ما اتكلمت في كذا فيديو قبل كده وكل الفيديوهات اللي فاتت تقريبا، ان مش مستاهلة ان كل حد يزايد على التاني. كل حد يقدر يعمل حاجة معينة يعملها، واللي مش عايز ما يعملش، برضو حر. محدش له الحق ان هو يزايد على حد. بس خلينا نبدأ في فيديو النهاردة. طيب انا هعمل زي كل مرة، بقالي فترة بعمل كل اللوكس اللي انا بعملها ناتشرال، ما فيهاش حاجة اكستريم يعني. مش حاسة انها موضة قوي ان الواحد يعمل اي شادو، يعني بعمل اي شادو بس خفيف مثلا، او في سباركل خفيفة او كده. فده هيبقى برضو اللوك بتاع النهاردة. قعدت اقول المايك حلو والمايك جميل والصوت حلو وبتاع، وقعدت احسد نفسي، وفي الاخر المايك فصل في الحتة اللي جاية دي. المنتج اللي على رأس القائمة بالنسبة لي دلوقتي، وعلى فكرة من قبل ما الأحداث تحصل، من قبل ما هدى بيوتي تبقى أكبر داعمة، أنا كانت عيني على الباليت دي. هي دي آخر باليت أصدرتها هدى بيوتي، اسمها بريتي جرانج باليت. وطبعا هحط لكم صور كل حاجة هنا على الشاشة. زي ما انتوا شايفين، هي تحسوها نيوترال باليت عادي، بس في الاندرتون بتاعها يعني موفي شوية، وفي حاجات نيوترال جدا وحاجات كول تون. وفي طبعا اللي هي الجليترز والشيمرز اللي فيها دي بجد شكلها مش طبيعي. وكمان الريفيوز عليها بجد يعني كل الناس اجمعت ان هي بجد باليت حلوة قوي. وفيها اللون اسود كده في طرف الباليت، هحاول اشاور لكم عليه. هو زي ما يكون كريم شادو، او اي ثينك ان هو مسمينه جلوس او اي جلوس او حاجة كده. بس بجد الباليت شكلها خطير، وكله يعني في اجماع على ان الكواليتي بتاعتها حلوة جدا جدا جدا. فانا بجد يعني دي هموت واجيبها. هي سعرها طبعا يعني للاسف هدى بيوتي من البراندز اللي مش رخيصة خالص. باليت دي سعرها $69. طبعا الاحسن ان انتوا لو عارفين حد بره مثلا يجيبها لكم. ده سعرها على سيفورا بتاع امريكا. طبعا هي بتبقى اكيد موجودة في سيفورا دبي برضو، او على الويب سايت بتاعهم في دبي، او الامارات، يعني مش دبي الامارات، او في الدول العربية. فلو انتوا برضو موجودين في الدول العربية هيبقى ليها سعر غالبا مش بيبقى شبه السعر بالدولار، ممكن يبقى اغلى حاجة بسيطة عشان مثلا لو في ضرائب او جمارك او كده. بس بجد رائع يعني، شكلها رائع يعني. هي شكلها لو فكرتوا فيها كده من ناحية الالوان،
فهي ما فيهاش الوان اللي هي مختلفة مثلا او غريبة او كده، لا خالص بالعكس، هي نيوترال باليت. بس تحسوا ان هي فيها الوان ينفع تستخدم في النهار او اللي هي الميك اب اليومي، والوان تانية تنفع مثلا سواريه او الوان غامقة او حتى اديتوريال اللي هو الاي جلوس ده. فبجد مشدودة قوي للباليت دي، هي اكتر حاجة على الليست بتاعتي دلوقتي. كل الحاجات التانية بقى بقيتها كانت على بالي من فترة، بس دي اللي هي يعني على قائمة الليست دلوقتي. انا مش بقول المنتجات دي بترتيب معين ما عدا اللي هي الباليت اللي انا لسه مكلماكم عليها. فاي يعني من هنا ورايح مفيش ترتيب معين عايزة يعني يبقى افضل حاجة عن حاجة، كلهم عايزاهم. تاني منتج، وبما اننا بنتكلم على الباليت، هي الباليت دي اللي هي اسمها روز كوارتز اي شادو باليت. دي تقريبا طلعت السنة اللي فاتت او اللي قبلها، وبرضو ما كانش فيه عليها ريفيو وحش خالص خالص خالص. وهنا بقى الالوان مختلفة، فيها الوان روزي كده وبينكات وبيربلز، وفي لون غريب قوي عامل زي كور كده في النص. يعني دي مش هتنفع قوي للاستخدام اليومي ده من رأيي الشخصي، بس برضو الالوان اللي فيها عجباني قوي، مختلفة عن اي حاجة عندي. فيها الوان داخلة على جراي شوية، فتحسوها مختلفة عن اي حاجة، وكمان معاها البينكات. فخلطة البينكات مع الجريز عامله فايب كده شكلها حلو قوي. وفي حاجه في شimmer كده مدي على اخضر اللي هو بليسفل. فالوان بجد شكلها لطيف قوي. دي برضو على الليست بتاعتي، نفسي ان انا اجربها لان كله شكر فيها، فعايزه اشوف الموضوع على ايه يعني. بعد كده المنتجين الجايين دول بتوع شفايف. اول حاجه الليب كونتور اوتوماتيك مات بنسل او مات ليب بنسل، والليكويد مات الترا كومفورت ترانسفير بروف ليبستيك. انا الاتنين دول كل اللي حصل ان الاسبوع او من اسبوعين كده شفت بريل او شورت لواحده بتستخدم الاتنين وبتشرب من كوبايه وبتمسح بمنديل، وكل دول ثابت ومن غير ما يبقى ناشف او بينشف الشفايف او كده. انا ماليش قوي في المات ليبستيك، يعني كل حاجه هتلاقوها جلوسي على شفايفي، بس لما شفت الريل دي كنت حاسه ان انا عايزه اجرب. بحس ان الالوان بتاعه الليبستيك بتاعه هدى بيوتي فيهم نودز كتير، درجات نودز حلوه، وانا بحب الالوان النود جدا بقالي فتره، فده شددني بصراحه للليبستيكس والليب لاينر دول. الكونسيلر ده بينشف بسرعه، لازم ابله تاني بهايدريتنج سبراي. مش عارفة كده، دي معلومة عشان اقولها في الريفيو. شبيت البتاع ده كلته لجوه. تمام، كانت غلطة ان انا احط الكونسيلر كده انه بينشف، يعني هو قدامك بس بقى شكله غريب قوي. ادمج دول بسرعة. حاولت ادمجه على قد ما اقدر، معرفش بقى ده هيأثر على ان هو يقعد على البشرة ولا لا، بس يعني خلاص هنعمل ايه، هيبقى جزء من الريفيو. البرودكتس اللي بعد كده هو كانت لاين مختلف كده نزلته اسمه جلويش، وكان فكرته ان هو يبقى يعني كفرج اقل حاجه، تبقى ناتشرال بقى اكتر، ميك اب خفيف للي بيحب الميك اب الخفيف. فكانت منزله منه كذا حاجه. اكشلي انا اللاين كله كنت انترستد فيه، بس يعني الحاجات لو هختار ان انا هنقي منها هيبقى الجلوش شيكي فيجن سوفت جلو باودر بلاش. وهو بلاش كده وفيه كام لون، 1 2 3 4 5 6 6 ألوان، فده مهتمة بيه. والبرونزر من نفس اللاين اسمه سوفت راديانس فيجن برونزنج باودر، وفيها 1 2 3 4 5 ألوان، فدي حاجة كمان من هدى بيوتي مهتمة بيها. وبرضو الجلوش لاين عامة كل الناس تقريبا اجمعت ان هو حلو جدا وخفيف، يعني مناسب. ممكن تقولوا بقى ان هو حاجة مناسبة للتين ايجرز او اي حد عايز تغطية، مش لازم تين ايجرز طبعا، اي حد عايز ميك اب يكون خفيف، تغطية خفيفة، ما يبقاش حاجة باينة انها تقيلة، ده مناسب للناس دي. وبما اني بتكلم على هدى بيوتي فهستخدم الباودر بتاعتها دي الميني سايز. على فكرة هي نفسها اللي هي في المربع الكبير، بس دي الميني سايز، ودي درجة اسمها باوند كيك. وهوريكم اي لوك، يعني هو ممكن يبقى بالنسبة لحد مش يومي قوي علشان فيه جليتر، بس عملته بصراحة انا حبيت فكرة ان يبقى فيه سباركل كده على عين لذيذة. هاخد برونزر، شوية برونزر كده احطهم يعني في الكريس كده شوية، ارجع بس شكل دفى كده للعين، وبحاول ان انا اوينجت كده لبره بحيث يدي سحبة للعين.
وبعدين جبت زي جليتر جلو كده او حاجة تمسك فيها الشimmer، علشان الشimmer ده جليتري شوية فممكن يوقع على الوش. فبما اني عملت ميك اب العين بعد ميك اب الوش، فاحط جليتر جلو كده. هستخدم بعد كده الهدى بيوتي باليت دي اسمها الميركوري ريتروجريد. صدقوا ان انا ما شلتش الستيكر البراني ده من ساعتها، يا لهوي. بصوا ايه ده، انا بقول هي منظرها وحش من بره ليه، اتاري في الورقه دي الله شكلها كأنها جديدة. هوسخها دلوقتي حالا. ده شكلها من جوه، اكيد انتوا يعني شفتوا الشكل ده قبل كده. دلوقتي يعني الشيمر اللي انا هستخدمه اللي هو الابيض ده، بس ممكن استخدم الذهبي برضو. تعالوا نجرب الذهبي. انا امبارح جربت الابيض وكان عاجبني بصراحة، بس كان جليتري قوي. ممكن النهارده اجرب الذهبي اشوفه، ممكن يبقى شكله حلو، اللي هو جولد جليتش اللي تحت ده. وهوزعه بطريقة كده سكاترد، مش في مكان معين، هوزعه كده. بس تصدقوا الابيض كان يعني شكله ألذ، مش ألذ يعني شكله مختلف عايزة اقول. ممكن اكشلي بعد ما احط الذهبي احط شوية من الابيض عليه، شوف شكله ايه. بس عجبتني فكرة اللي هو وان شيمر كده على عينه وخلاص، يعني لذيذ. بس الابيض امبارح هحاول احطه بقى. بصوا هحاول احطه يعني ما بين الذهبي، لذيذ قوي. شايفين الفرق؟ مدي منور كده العين اكتر. مش عارفه باينه على الكاميرا ولا، بس عجباني قوي. هقفل بس الكاميرا ثانيه واحده لان بيقول لي الميموري قربت تخلص، وراجع لكم على طول. وبعد كده بقى هجيب اي شادو بني غامق، اي حاجه عندكم اجيبه بتايت لاين بس كده، ايه مش بعمل وينج ولا اي حاجه، او ده اللي انا عملته امبارح يعني. وبعمل زي ايلاينر خفيف قوي جوه بدخل اللون جوه الرموش. ممكن اللي عايز يعمل وينج طبعا، بس انا اسهل لي عشان يبقى شكله ايه، مش هقولكوا ناتشرال طبعا عشان بقى فيه جليتر دلوقتي، مش اي حاجه ناتشرال في الجليتر، بس يعني عشان يبقى شغل اقل، يعني بيدي احساس ان الرموش كثيفه اكتر. خلينا بقى نكمل البرودكتس بتاعت هدى بيوتي بعد الجلوش بقى. دي اكشلي كمان نزلت من تقريبا من 3 سنين ولا حاجه، الفو فلتر سكين فينيش بيلدبل كفرج فاونديشن ستيك. وبرضو ناس كتير قوي قالت عليها حلو، مش حاسه ان هي اخدت ضجة زي الفو فلتر الفاونديشن الأصلية ولا الباليت مثلا، يعني مش حاسة انها خدت ضجة قوية عليها. بس ناس كتير قالت، يعني اللي جربها قال عليها حلوة جدا. فحاسه ان انا عايزه اجرب ما عنديش اصلا فاونديشن من هدى بيوتي عامه، فلو هجيب فاونديشن هتبقى دي، لان انا الفو فلتر العاديه تقيله قوي، كل الناس تقول انها هي يعني مش ما تنفعش تستخدمها يومي خالص وتقيله جدا، لكن دي شكلها ان هي اخف وبيلدبل، يعني تقدروا تستخدموه خفيف او تقيل. وبما اني بعمل حواجبي دلوقتي، فمن ضمن الحاجات اللي على الليسته بتاعتي بتاعت هدى بيوتي البوم براوز مايكرو شيد براو بنسل. برضو مش حاسه انه خد الضجه يعني اللي هو زي حاجات تانية كتير على مثلا تيك توك او كده، بس اكشلي عاجبني لان هو كل اللي استخدمه بيقول ان القلم او سن القلم رفيع جدا جدا، لدرجة تقدروا ترسموا بيه شعراية شعراية. والناحية التانية منه، الطرف التاني منه اللي هو السبولي او فرشة الحواجب. انا بالنسبة لي مثلا بحب البراو بين ده اللي هو ماركر، يعني هو ده يعني ليكويد قصدي انا عايزة اقول، فهو ده كويس قوي لان هو يرسم شعر شعرة. بس لو البنسل التاني بتاع هدى بيوتي رفيع كده وممكن نعمل بيه شعرة شعرة، يعني هبقى مهتمة قوي ان انا اجربه، فعشان كده هو على الليستة بتاعتي. والمنتج الجاي برضو بقالي زمان قوي 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 نفسي اجيبه، بس كل مرة اجيبه اقول لا يا جماعة غالي قوي. بس خلاص يعني من هنا ورايح مش هقول على هدى بيوتي ولا غالية، يعني هشتري من غير ما افكر بحساب طبعا. مش ه... مش هتدين مثلا ولا حاجة. بس هو السيلك بالم هايدريتنج اند نيرجينج ليب بالم، انا متاكده ان في ناس كتير جربوه، كله بيقول عليه تحفه. بس انا بالنسبه لي انا نسيت اقول لكم، تصدقوا نسيت اقول لكم اسعار باقي الحاجات، قلت بس على الباليت الاولانيه يعني. وانا بأدت الفيديو هحط اسعار كل حاجه تحت في الشاشه هنا. بس زي ما قلت لكم يعني متاكده ناس كتير جربت الليب بالم ده، بس هو ب21 دولار، فبجد هو غالي على ليب بالم. انا عارفه ناس كتير برضو بتستخدمه كليب جلوس، وهو يعني من الصور ومن الريفيوز اللي انا شفتها الجلوس اللي بيديه بجد تحفة. بجد نفسي اجيبه قوي، كل مرة بجد هجيبه اتراجع عشان بحس ان هو غالي قوي على ليب بالم. بس هاخد الخطوة، بجد هاخد الخطوة. بس انا يعني
2024 بقى. عشان ايه؟ السنه دي انا زي ما قلت لكم كنت بجمع لستة الحاجات الجديده اللي جبتها السنه دي كلها، مش اقل من 40 منتج جديد جبتهم السنه دي. فحاسه اللي هو ايه، لا فرمل بقى شويه، نعدي بس 2023 على خير، و2024 نشتري بقى، من نعد من الاول، يعني ريستارت العداد، مفيش مشكله. وهي كمان كل ما تنزل كولكشن مثلا زي تشيري بلوسم والهاني مش عارف ايه، كل مره بتنزل ليب بالم ده بشيد مثلا مختلفه، او ريحه او طعم مختلف او كده، فهو معناه ان هو ليب بالم ناجح قوي، لدرجه ان هي كل ما تطلع كولكشن تحطه في الكولكشن بس بلون تاني او ريحه جديده. فبجد عايزه اجربه. على فكره نزلت واحد تنتد اسود كده مع الباليت اللي هي البريتي جرانج، اول باليت اتكلمت عليها. هشوف لو في صوره كده اوريها لكم. كده كده هحطها هنا، بس انا عايزه اشوفها بعيني يعني هنا. تصدقوا في حاجه كمان هضيفها على الكولكشن، انا مش لاقيه صوره، بس هدور لكم على صوره بس هوريها لكم. فالسيلك بالم ده بجد يعني من زمان قوي عايزه اجيبه. شجعوني، اكتبوا لي في الكومنتس وشجعوني. اللي جربوه ولقوا ان هو حلو ويستاهل اكتبوا لي في الكومنتس. يبقى لازم تشتريه بكره، او يعني مش بكره، 2024 بقى. واخر حاجه على الليسته، اكتشلي قبل ما نخش في اخر حاجه في الليسته، في برضو في البريتي جرانج كولكشن دي حاجه اسمها فيس جلوس. واللي بيتفرج على الانستجرام وتيك توك اكيد شافه في حته، لان هو شكله غريب قوي، وهو عباره عن حاجه يعني تحسوا انها هايلايتر، بس هي اكشلي حاجه اسمها فيس جلوس. في حاجه اسمها بي اتش في الجسم، اللي هو مش عارفه نسبه مش عارف ايه، بتختلف من شخص للتاني، فهو بيرياكت او بيتفاعل مع الوش ودرجه حرارته والبي اتش ومش عارف ايه، فيدي لون بلاش. فهو تحسوا ان هو هايلايتر، بس هو اكشلي جلوس بلاش، حاجه كده غريبه. فانترستنج جدا. مش عارفه اذا كنت هاخد الخطوه ان انا اشتريه، لان هو مش عارفه هاو جود هيبقى شكله عليا، بس انترستنج جدا وحاجه مختلفه ما اتعملتش كتير قبل كده. فاخر حاجه في الليست اللي انا محضراها لهدى بيوتي دي بقى من اللاين بتاع السكين كير بتاعهم، وهو الجات ايفن روز فيس اويل. لو انتم متابعيني بقالكوا سنتين مثلا اظن، هتلاقوا ان انا كنت جايبه الميني سايز من الفيس اويل ده، وهو بجد انقذ بشرتي في وقت كانت بشرتي بتعيط من الجفاف. بجد هو عباره عن زيوت، مجموعه زيوت حلوه قوي، بس مشكله فيه ان هو ب$63. بجد غالي، يعني هو almost as expensive as الاي شادو باليت. وهو 30 ملي، يعني مقاس سيرم، مقاس السيرم ده مثلا بتاع لوريال هو مقاس كده. بس هو اي نعم الاويل يعني نقطة منه كانت بتسبريد، يعني كنت بحط على وشي 3 نقط مثلا، بس ستيل $63 غالي قوي. بس بجد هو من كتر ما حسن بشرتي بطريقة خرافية، فبجد عايزة اجيبه، وان شاء الله ان شاء الله في 2024 هجيبه بجد. او لو لقيت منه المقاس الصغير هجيبه تاني، بس نفسي يبقى عندي الكبير. هو دلوقتي اكشلي في سيفورا اوت اوف ستوك، بس هجيبه ان شاء الله هجيبه. غير حاجات هدى بيوتي بقى، انا يعني كنت عايزه اعمل الفيديو ده فوكس على هدى بيوتي، عشان هي بجد تستاهل كل الاتنشن دلوقتي. هي فعلا مفيش يوم من بدايه الاحداث الا وعلى الانستجرام بيج بتاعتها انها اتكلمت او عملت شير لستوريز لاخبار، بتحاول تنشر الوعي باي طريقه. ودلوقتي كمان بتحاول ان هي تدور لنا كلنا على ميك اب براندز اللي بتسبورت القضية بتاعتنا. اظن كده ده الفينيش لوك، يعني مش هعمل حاجة تانية. ممكن بس عشان اللي انا حطاها دي باودر فاونديشن، احط شوية ميست من ده، هايدريشن بس، هايدريتنج ميست. فزي ما بقولكوا كنت عايزه ادي هدى بيوتي الحجم يعني كل الفيديو، بس ممكن اقول لكم الحاجات اللي انا حطاها في لستة برضو، المفروض ان هم ما فيهمش مشكله. في براندز هدى بيوتي قالت عليهم على الانستجرام، بس لسه ما جربتهمش. نسيت اقول لكم حاجه مهمه قوي من هدى بيوتي كاتباها في الليسته، افتكرت، معلش. بصوا بقى انا جبت ايه. انا جبت 10 ملي من البرفيوم بتاع كيالي ده. كيالي دي بصوا، خليني اعمل كده عشان تبقى باينه، براند البرفيومز بتاعت منى قطان اخت هدى، بس هي بتتباع على نفس الويب سايت بتاع هدى بيوتي. يعني بصوا، دي هي 10 ملي بالظبط، طبعا مش رخيصة خالص. دي اسمها invite only amber. اي حد بيحب البرفيومز اللي هي ريتش، مش هقول انها تقيلة وحشة، بس ريتش، مليانة امبر، عود،
يعني دي الصورة اللي محطوطة على الويب سايت بتاع هدى بيوتي، ودي المكونات الأساسية اللي فيها أو اللي هي النوتس. زي ما قلت لكم فيها أمبر، فيها فانيلا، فيها كمان عسل، بلاك تشيري أو اللي هو معرفش كريز أسود، وكاتبين كمان توباكو ليف أو اللي هي ورق التبغ. معرفش يعني هتبقى انا مش شامه ريحه سجاير مثلا او اي حاجه. وكمان شوكليت هيزل نت او اللي هي شوكولاته بالبندق. وكل الروائح دي مع بعض بقى عاملين ميكس خطير يا جماعه، مهما شرحتلكوا مش هقدر اوصل لكم الريحه بتاعتها عامله ازاي. يعني هي وودي على سبايسي على بجد خطيره. اي حد بيحب العود هيلاقي فيها ريحه، يعني اتمنى ان انتوا تبقوا شايفين هيلاقوا فيها ريحه عود واضحة بس مش قوية. انا عارفة بالنسبة لناس كتير ريحة العود قوية، هي واضحة ومش قوية. الثبات بتاع البرفيوم يا جماعة مش طبيعي. فانا حاطة في الليست بتاعتي ان انا يعني الامبر دي هجيبها فول سايز ده اكيد، غير ان انا لو لقيت ترافل سايز او ميني سايز من روايح تانية عشان اجربهم. هي فكرة ان يبقى فيها احجام صغيرة كده للتجربة تحفة. فدي تبع منى قطان، اخت هدى قطان، بتتباع على الويب سايت بتاع هدى بيوتي، اسمها كيالي. والكيالي هي انا كنتش فاهماها الاول معناها ايه، طلعت ان هي زي خيالي بالعربي. فدي على الليسته. حاجات تانية على الليسته عندي برضو المنتجات بتاعت هنداش. هنداش اللي ما يعرفوش هو اسمه I think ان هو بالعربي اسمه محمد هنداش بالحاء، بس يعني هو معروف في الميك اب سبيس كهنداش، وهو دبي بيست ميك اب ارتست، او هو عايش في دبي. هو اردني اصلا وعايش في دبي. عنده ميك اب لاين اسمه هنداش. عنده باليتس حلوة قوي، اكيد شفتوها في حتة قبل كده لو انتوا بتتابعوا يعني. وعنده كمان حاجة اسمها color fluids، هي الوان بيجمنتس كده، ممكن تستخدم كليبستيك كبلاش ككونتور كميكسنج ميديا، يعني ممكن تستخدم كأي حاجة. فبجد عايزة اجرب دول كمان. عيبها برضو ان هي براند غالية قوي هنداش. في براند جديدة طالعة بتاعة الانفلونسر او اليوتيوبر اللي اسمها الي جلاينز، هحط لكم صورتها هنا لو انتوا بتتابعوا هتبقوا عارفين شكلها. منزله ليبستكس حلوه قوي، عباره عن ليبستكس شير او خفيفه، لونها خفيف، بس تقدروا ان انتوا يعني كل ما تحطوا لايرز تتقل اللون يتقل، بس في نفس الوقت هي جلوسي. فمنزله 3 الوان عايزه اجيبهم. وايه تاني في براند اسمها روز انك، اي ثينك انها اوند باي برضو واحده مش شركه ولا انفستور ولا يعني. طبعا هجوجل كل الكلام ده قبل ما اجي اشتري حقيقي. الدنيا ضلمت كده ليه؟ الساعة كام؟ الساعة 3:30 والدنيا بدأت تضل. قبل ما اشتري اي حاجة هجوجل كده كده مين الانفسترز او الاونرز بتوع البراند. بس لحد دلوقتي اللي لقيته ان روز انك دي اوند باي واحدة معرفش انفلونسر ميك اب ارتست حاجة كده، ما فيهاش اي مشاكل يعني. كاميرا قطعت شحن بس خلاص يعني احنا بنخلص الفيديو. فكنت بقول ان انا عندي بقى الليستة دي، كل ما بشوف براند تبقى مثلا مش تبع الشركات الكبيرة زي لوريال والحاجات دي، الشركات اللي هي ضخمة واللي معروف ان هي بتسبورت الكيان اللي احنا عارفينه، بدور على مين الاونر بتاع الشركة دي. ولو لقيتها امان وشكلها بنت ناس وكده بحطها في الليستة، بحيث ان يكون عندي لستة براندز يعني حاسة انهم امان ممكن نشتري منهم. وزي ما قلت لكم هدى بيوتي عاملة فيديو في 3 أو 4 براندز، دول اللي هم اكشلي بيسبورتوا اللي بيدعموا القضية الفلسطينية. بس اللي انا بتكلم فيهم اكتر اللي هم مش بيبقوا اوند او مش مملوكين مثلا من شركات ضخمة، او اللي هي ممكن يبقى فيها شك، بيبقى حد عامل بيزنس صغير او كده. ده اللي انا بدور فيه. لكن البراندز اللي هدى بيوتي عاملة عليهم فيديو اللي هم اكشلي دعموا القضية تبرعات مثلا ان هم يشيروا حاجات او كده، فدول ينفعوا. ومن وجهة نظري برضو اللي انا بقول عليهم ينفعوا unless ان احنا لقينا حاجة او مشاكل عليهم يعني. بس لحد دلوقتي دي الليستة اللي عندي، لستة هدى بيوتي اللي قلت لكم عليها. لستة الحاجات التانية برضو قلت لكم عليها. اكتبوا لي في الكومنتس لو انتوا تعرفوا براندز امان ما فيهاش اي مشاكل. برضو لو هي owned by حد واحد فاتح شركة صغيرة كده، اكتبوا لي في الكومنت سيكشن داون بيلو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى يكون اللوك عجبكم. انا مش عارفه بقى باين من الضلمه دي ولا لا، بس اتمنى يكون الفيديو عجبكم واللوك عجبكم. لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك للفيديو وكمان تعملوا لي سبسكرايب. ولو حابين تعملوا جوين للشانل ب5 جنيه في الشهر بس، كل البيركس او الفوائد اللي هتعود عليكم من الاشتراك ده هتبقى باينة I think على الشانل لما تدوسوا على الزرار بتاع join. بس thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye.